يعتقد كثيرون أن السكر الذي يرغبون بشرائه على هذه الرفوف فحسب، دون أن يدركوا أن السلع الموجودة في المتاجر لا تخلو منه، حتى وإن كانت قليلة الدسم، خاصة وأنه بحسب مختصين يطيل من عمر الأطعمة، فضلا عن أنه يجعل الطعم أفضل ويربط المستهلك بالسلعة. السكر أو السم الأبيض كما يطلق عليه ينصح خبراء بالتقليل منه باستبعاد المنتجات التي تزن 100 جرام وتحتوي على 15 جراما من السكر، فمن المناسب أن تحتوي كل 100 جرام من أي منتج على 5 جرامات من السكر فقط. جمعية القلب الأمريكية نصحت بالحد من السكريات المضافة وقدرتها ب6 ملاعق صغيرة للمرأة، أي ما يعادل 25 جراما في اليوم، و9 للرجل ما يعادل 37 جراما. لذا ينصح بقراءة وصفات المنتجات بتمعن، فعلبة مشروبات غازية صغيرة مثلا تحوي 39 جراما من السكر، و3 قطع من حلوى الكوكيز تحوي على 11 جراما من السكر، فيما تحتوي 4 قطع من الأوريو على 14 جراما من السكر. وبالنظر للفواكه فكمية السكر تتفاوت، إذ أن 147 جراما من الفراولة تحتوي 7 جرامات من السكر، فيما تحتوي 150 جراما من البطاطا الحلوة على 8 جرامات من السكر، وتحوي 112 جراما من الأناناس على 9 جرامات من السكر، بينما تحوي حبتا خوخ وموز بالتتابع على 15 جراما و17 جراما من السكر، فيما تتضمن 126 جراما من العنب الأحمر 20 جراما من السكر، ويتوفر كل من تفاحة وبرتقالة على 24 جراما من السكر للواحدة. خبراء ينصحون بإضافة الفواكه كالموز والكرز والفراولة على بعض المأكولات بدلا عن السكر، وتقليص كمية السكر باستبعادها من المشروبات كالقهوة والشاي، واستبدال المشروبات الغازية بالمياه، وتناول الفواكه الطازجة عوضا عن المعلبة، وتجنب العصائر المعلبة. حنين موصلي، العربية.